وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ كبير العجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة
ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة tunajjihim minan nar. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarnya pakaian yang berwarna sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah maupun amal ibadah lainnya. Pada suatu malam kitabullah pun diangkat, dihilangkan sehingga tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Sementara itu di kalangan manusia masih ada kakek nenek yang sudah sangat tua renta berkata, Dahulu kami mendapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Silah bin Zufar bertanya kepada Hudzaifah, lalu apa manfaat kalimat la ilaha illallah itu bagi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah dan ibadah lainnya? Maka Hudzaifah berpaling darinya, lalu Silah mengulang pertanyaan tersebut hingga 3 kali. Setiap ditanya demikian Hudzaifah selalu berpaling. Kemudian pada kali yang ketiga Hudzaifah menghadap ke arah Silah lalu berkata, Hai Silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarnya pakaian yang berwarna sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah maupun amal ibadah lainnya. Pada suatu malam kitabullah pun diangkat, dihilangkan sehingga tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Sementara itu di kalangan manusia masih ada kakek nenek yang sudah sangat tua renta berkata, dahulu kami mendapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Silah bin Zufar bertanya kepada Hudzaifah, lalu apa manfaat kalimat la ilaha illallah itu bagi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah dan ibadah lainnya? Maka Hudzaifah berpaling darinya, lalu Silah mengulang pertanyaan tersebut hingga 3 kali. Setiap ditanya demikian Hudzaifah selalu berpaling. Kemudian pada kali yang ketiga Hudzaifah menghadap ke arah Silah lalu berkata, Hai Silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hadis riwayat Hakim. Ia berkata bahwa hadis ini sahih menurut syarat sanad Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahrihi yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadanya pada suatu hari nanti meskipun sebelum ia akan ditimpa azab karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadanya pada suatu hari nanti meskipun sebelumnya ia akan ditimpa azab karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Bazzar dan Tabrani. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biwasiyati Nuhin ibnahu qalu bala qala awsa Nuhun ibnahu faqala libnihi ya bunayya inni usika bisnataini wa anhaka anisnataini usika biqawli la ilaha illallah fa innaha law wudi'at fi kiffatil mizani wa wudi'atis samawati wal ardu fi kaffatin la rajahat bihinna walau kanat halqatan
لقصمتهن حتى نخلص إلى الله وبقول سبحان الله العظيم وبحمده فإنها عبادة الخلق وبها تقطع أرزاقهم وأنهاك عن اثنتين الشرك والكبر فإنهما yahjubani anillah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang apa yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anaknya? Para sahabat berkata, ya. Beliau bersabda, Nuh berwasiat kepada anaknya, hai anakku, aku berwasiat kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Aku berwasiat kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat ini diletakkan di satu sisi timbangan, sedangkan semua lapisan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti kalimat tersebut akan lebih berat. Seandainya semua lapisan langit dan bumi membentuk satu lingkaran, niscaya kalimat tersebut akan menembusnya sehingga ia sampai kepada Allah. Dua, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan subhanallahil azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Sesungguhnya kalimat ini merupakan ibadah para makhluk dan karena kalimat ini pula mereka mendapatkan jatah rezekinya. Aku melarangmu dari dua hal, yaitu syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang apa yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anaknya? Para sahabat berkata, ya. Beliau bersabda, Nuh berwasiat kepada anaknya, hai anakku, aku berwasiat kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Satu, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat ini diletakkan di satu sisi timbangan, sedangkan semua lapisan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti kalimat tersebut akan lebih berat. Seandainya semua lapisan langit dan bumi membentuk satu lingkaran, niscaya kalimat tersebut akan menembusnya sehingga ia sampai kepada Allah. Dua, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan subhanallahil azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Sesungguhnya kalimat ini merupakan ibadah para makhluk dan karena kalimat ini pula mereka mendapatkan jatah rezekinya. Aku melarangmu dari dua hal, yaitu syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Hingga akhir hadis riwayat Bazar. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi